بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم أخواتي، فيديو جديد. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو راح نكمل الجزء الثاني لكروشي فيلي اللي كنت سابقا عملت معكم فيديو لطريقة قراءة الباترون وحساب سلسلة البداية، ويعني كل شيء يتعلق بالكروشي فيلي. وفي هذا الجزء إن شاء الله راح نطبقوا الباترون اللي شرحناه في السابق. واللي تحب تفهم أكثر عن الكروشي فيلي، عن الرموز، على طريقة قراءة الباترون وكل ما يتعلق به، روحي لصندوق الوصف راح تلقاي رابط الفيديو، شوفي أولا ومن بعد أرجعي طبقي معنا العمل. اليوم إن شاء الله راح نطبقوا هذا المربع الصغير كبداية، وإن شاء الله يعني في الفيديوهات القادمة نزيدو نديرو باترونات أخرى. إذا البنات تذكير بسيط البنات، قلنا الكروشي فيلي فيه مربعات فارغة اللي هي عبارة على عمود، حلقتان عمود، ومربعات تكون باللون الأسود ولا فيها علامة إكس عبارة على 4 أعمدة، يعني هذا اللي شرحناه في السابق. وكذلك وريت لكم كيفاش نحسبوا سلسلة البداية. إذا هذا هو شكل المربع، وهذه أول حاجة نلاحظوها لما نجو نطبقوا كروشي فيلي، أن المربع هذا البنات فيه 18 مربع في جهة الطول وجهة العرض. فالبنات هذه يعني تلقاوها مرقم بهذا الشكل، كاين اللي مرقم وكاين اللي لا. هذا هو البنات، وكما قلت لكم روحوا شوفوا الفيديو الأول هكذا تفهموا أكثر. نجود للباترون تاعنا البنات، هذا هو المربع اللي رايحين نطبقوه اليوم. اول حاجه راح نلاحظوها هي ترقيم المربعات. عندي هنا المربع الاول تحته رقم 1، والمربع الخامس تحته رقم 5، والمربع رقم 10 تحته رقم 10، ثم عندنا 15، ثم 18. يعني هنا عندي 18 مربع. نفس الشيء في الطول، عندي كذلك 18، 1، 5، 10، 15 و18. هذا هو السطر الأول للمربع بهذا الشكل. إذا البنات أول حاجة نديروها هي كيفاش نحسبوا سلسلة البداية. هنا عندك مربعات، ما على باليش وش هو سلسلة البداية اللي نبدأ بها السطر الأول. إذا البنات هنا قلنا عندنا 18 مربع، وكل مربع البنات فيه 4 أعمدة كما قلنا سابقا. علامة إكس هي عبارة على 4 أعمدة. إذا عندي 18 مربع، كل مربع فيه 4 أعمدة. راح نديروا عملية حسابية طبقوها على هذا الباترون ولا أي باترون عندكم بنفس الشكل. إذا قلنا البنات راح نكتب لكم كيفاش راح نحسب سلسلة البداية، تبعوا معايا مليح. إذا قلنا عندنا 18 مربع، راح نكتب 18 مربع اللي هي هذو المربعات، وكل مربع فيه 4 أعمدة. قلنا علامة إكس هي عبارة على 4 أعمدة. إذن الخطوة الأولى ندون هذو المعلومات، 4 أعمدة. واش راح ندير البنات لهنا؟ راح ندير 18 مربع راح نضربها في 4 عادي جدا، لأنه كل مربع فيه 4 أعمدة. نكتب 18 في 4 راح تعطيني البنات 72 عمود هكذا. وإذا تتذكروا البنات في الجزء الأول قلت لكم أنه كاين أعمدة مشتركة، يعني الطول من الأول مربع لآخر مربع كاين أعمدة مشتركة. يعني المربع الأول مثلا نروح للمربع الأول فيه 4 أعمدة، المربع الثاني راح يكون فيه عمود مشترك بينه وبين المربع الأول. كيفاش؟ راح نشرحها لكم أكثر. مثلا عندي هنا هذا المربع فيه 4 أعمدة، بداية المربع الثاني راح تكون من آخر عمود للمربع الأول. يعني هنا درت 4، العمود الأخير للمربع الأول نحسبه
بداية للمربع الثاني، يعني راح يكون بينهم عمود مشترك. فوش راح ندير البنات؟ راح ننقص 72 من عدد الأعمدة المشتركة هذه. راح نحسبوا الأسطر هذا اللي راكم تشوفوا فيها هي الأعمدة المشتركة، يعني بين كل مربعين. فراح ندير 72 ناقص 17 عمود مشترك، هكذا 72 ناقص 17 عمود مشترك، اللي هي هذه الأعمدة اللي تكون بين كل مربعين. كما رانا نشوفوا، يعني تحسبوها في أي باترون. هذه هي الأعمدة المشتركة بين المربعات. إذا البنات 72 ناقص 17 راح تعطيني 55 عمود. وبما أنه عندي كل عمود راح تكون تحته حلقة، فإذا نستنتج هنايا أنه كاين 55 حلقة، لأنه كل عمود تحته حلقة. إذا سلسلة البداية راح تكون عبارة على 55 حلقة. بالنسبة لي البنات هذه راح تكون طريقة سهلة جدا انكم تحسبوا عدد السلاسل. لاحظوا بدينا من فقط مربعات وتحصلنا على سلاسل. واي اخت عندها يعني طريقة اخرى تعتمدها تشاركها معنا في التعليقات، هكذا باش كامل نستفادوا. يعني انا وجدت هذه اسهل طريقة ممكن تعتمدوها باش تحسبوا عدد سلاسل البداية. وفي الجزء الأول عطيت لكم عدة طرق، شوفوها واللي تساعدكم خدموا بها. إذا البنات راح نبداو العمل نتاعنا هذا ب55 حلقة. راح نختم البنات بإبرة رقم 0.50 رقم 22. والخيط تحبوا تخدموا بخيط كوطون بيرلي ولا خيط ازور ولا اي حاجة. انا نفضل في اعمال المفارش خيط 16 يكون افضل واجمل. اذا البنات نبداو العمل ونطبقوه سطر بسطر مع بعض. اذا قلنا نديروا عقدة البداية اولا، وراح نخدموا 55 حلقة. مهم جدا البنات انه الباترون تاعكم يكون عندكم يعني تمبريميوه ولا ترسموه باش يساعدكم اكثر في العمل. وديما احسبوا يعني بالسيالة، يعني دونوا الحسابات اللي تلقاهم باش يسهل عليكم العمل وما تغلطوش. نكمل البنات 55 حلقة كما راكم تشوفوا. هذه السلسلة اللي تحصلت عليها. والآن نبداو نرجعوا للباترون تاعنا ونبداو سطر بسطر. إذا كما راكم تشوفوا في الترقيم البنات، هذا أول سطر عبارة على مربعات إكس. والمربعات الإكس البنات قلنا هي عبارة على 4 أعمدة في كل مربع، وكاين أعمدة مشتركة. فكما حسبنا قلنا انه 55 حلقة راح يكون فوقها 55 عمود، فراح نشتغل في كل حلقة عمود، يعني سهلة جدا. اذا راح نبداو البنات. هنايا عندي 55 حلقة، نزيد 3 حلقات راح يكونوا بمثابة عمود بلفة الأول. 1 2 3 هكذا. هذا أول عمود عبارة على 3 حلقات. بعدها البنات راح ندير لفة في الإبرة ونروح للحلقة الخامسة. راح نحسب 1 2 3 4، وفي الخامسة راح ندير عمود بلفة. هكذا راح يبان عندنا البنات انه اشتغلنا في آخر سلسلة اشتغلنا عمود، واللي بعدها اشتغلنا عمود. ونكملوا البنات نشتغلوا في كل حلقة عمود بلفة. هكذا حاولوا البنات السلسلة تاعكم ما تقلبش معاكم، واشتغلوا في كل غرزة عمود بلفة. إذا تحبي احسبي تلقاي 55 عمود، لأنه بدينا العمل تاعنا ب55 حلقة. وهكذا البنات نكمل حتى نكمل كامل السلسلة بهذا الشكل. كل غرزة راح نعمل فيها غرزة
عمود بلفة. راح نكملها البنات ونعاود نرجع لكم. كما راكم تشوفوا البنات كملت السلسلة، اشتغلت 55 حلقة وبعدها 55 عمود وعمرت كامل الحلقات، كل حلقة فيها عمود. الآن نروحوا هنايا كما قلت لكم يفضل تكون عندكم ورقة يعني تمبريميوه وكي تكملوا سطر هكا تشطبوه، يعني باللي تعرفوا باللي كملتوا هذا السطر. الآن بعد ما كملنا هذا السطر البنات راح نروحوا للسطر المربعات اللي فوق، وراح نبداوه من هنا نرتفعوا لهذا السطر الثاني اللي بعده بهذا الشكل. الآن راح نبداو كما راكم تشوفوا عندي علامة إكس، مربع إكس يعني 4 أعمدة، يعني السطر التاعي راح نبداه ب4 أعمدة. نرتفع 3 حلقات ارتفاع العمود، 1 2 3، نقلب العمل. هذا أول عمود. العمود اللي بعده نشتغل فيه عمود بلفة، والعمود اللي بعده أيضا عمود بلفة، والعمود اللي بعده عمود بلفة. هكذا اشتغلنا 4 أعمدة اللي هي عبارة على مربع إكس. بعد المربع لاحظوا البنات عندي مربعات فارغة. قلنا المربعات الفارغة هي عبارة على عمود، حلقتين عمود، فرح نشتغل بهذا الشكل لغاية نهاية السطر. في نهاية السطر البنات عندي 4 أعمدة، يعني مربع إكس في البداية ومربع إكس في النهاية. لاحظوا قلنا المربع الفارغ هو عمود، حلقتين عمود، حتى في الأخير ندير مربع إكس اللي هو 4 أعمدة، يعني بعدها نواصلوا ندير حلقتين. آخر عمود راح يكون أول عمود، حلقتين، ثم راح نتخطى غرزتين ونشتغل باللي بعده. إذن هذا أول مربع فارغ، ثم حلقتين، نزيد نتخطى غرزتين واللي بعدها نشتغل عمود. هكذا حلقتين، راح نتخطى عمودين والثالث نعمل فيه عمود. هذا هو شكل المربعات الفارغة، حلقتان، نتخطى غرزتان واللي بعدها نشتغل عمود، حلقتان ونكرر، نتخطى غرزتان واللي بعدها نشتغل عمود. وراح نواصل بهذا الشكل البنات حتى نوصل عند نهاية السطر. كما راكم تشوفوا البنات كملت اشتغلت لغاية نهاية السطر. في الأخير البنات بقاو لي 3 أعمدة اللي راح يكون هو عبارة على مربع إكس. بعد ما نكملوا المربعات الفارغة عندي مربع إكس، يعني 4 أعمدة يكونوا في الأخير. فأول عمود من الأعمدة الرابعة راح يكون مشترك مع المربع الفارغ، ونكمل هذو الثلاثة كل عمود نشتغل فيه عمود. إذن هذا أول عمود، هذا الثاني، واللي بعده الثالث، وما ننساوش الارتفاع نشتغلوا فيه العمود الرابع. وهكذا نكونوا عملنا 4 أعمدة اللي هي بمثابة المربع اللي فيه إكس. هذا هو شكل السطر الثاني، يعني عندي 4 أعمدة في البداية و4 في النهاية، وفي الوسط فقط مربعات فارغة. حتى نتأكدوا أكثر البنات راح نحسب عدد المربعات باش نعرفوا يعني بلي الحساب نتاع سلاسل البداية صحاح وتعرفي روحك صحيحة راح تحسبي فقط. إذا عندي هنا راح نحطها مليح باش تبان. نحسب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. عندي 16 مربع فارغ. راح نحسب هنايا في الباترون عدد المربعات 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 و 16. إذن عندي 16 عمود مربع فارغ، ويعني راني ماشيين في الحساب صحيح. وفي البداية والنهاية عندنا مربعات إكس.
راح نشطب الآن على السطر الثاني ونرتفع للسطر الثالث. السطر الثالث كذلك راح نبداه بمربع إكس اللي هي عبارة على 4 أعمدة. قلنا نلقاو إكس يعني 4 أعمدة. نرتفع كما تعودنا للسطر ب3 حلقات. راح يكون أول عمود نقلب العمل ونشتغل العمود الثاني ونزيد العمود الثالث والعمود الرابع، وهنا نكونوا اشتغلنا مربع إكس اللي هو 4 أعمدة. نمشوا الآن بعد ال4 أعمدة أو مربع إكس عندنا نحسب المربعات 1 2 3 4 5 6 7 8. عندنا 8 مربعات فارغة، يعني راح نشتغلوا 8 مربعات فارغة. إذا نعمل حلقتين ونشتغل هنا عمود، هذا أول مربع. نزيد حلقتين ثم عمود، مربع الثاني. نزيد حلقتين ونشتغل عمود فوق العمود، هذا المربع الثالث. حلقتين ثم عمود، وهذا المربع الرابع. حلقتين ثم عمود، هذا المربع الخامس. حلقتين ثم عمود، المربع السادس. حلقتين ثم مربع، هذا المربع السابع. حلقتين ثم عمود، هذا المربع الثامن. وهكذا كملت ال8 مربعات على حساب الباترون. هنا راح نشطبهم لكم هذو كامل. بعدها عندي مربع إكس، يعني راح ندير 4 أعمدة. فأول عمود من 4 الأعمدة راح يكون هذا. في الفراغ راح ندير عمودين، وفوق العمود ندير عمود، هكذا نكون اشتغلت 4. هذا هو مربع إكس فيه 4 أعمدة. هكذا نواصلوا البنات. نرجع للباترون. بعد المربع إكس عندنا مربعات فارغة 1 2 3 4 5 6 7. 7 مربعات فارغة. مباشرة نبدأ حلقتان، عمود في العمود، هذا المربع الأول. حلقتان، عمود، هذا المربع الثاني. حلقتان ثم عمود، هذا المربع الثالث. حلقتان، عمود، هذا المربع الرابع. حلقتان ثم عمود، هذا المربع الخامس. حلقتان ثم عمود، هذا المربع السادس. حلقتان ثم عمود، والمربع السابع والأخير. إذن 7 أعمدة فارغة بهذا الشكل. في الأخير وش عندي لهنا البنات؟ عندي مربع إكس، يعني لازم يكون عندي 4 أعمدة في النهاية. أول عمود رانا ديجا اشتغلناه، يبقاو لك 3. راح تشتغلي فوق كل عمود عمود. إذن هذا راح يكون العمود الثاني، يعني الأول كان مشترك بينه وبين المربع اللي قبله. ولا ما ننساوش الارتفاع نشتغلوا فيه عمود، هكذا يكون 4 أعمدة. وهذا هو شكل السطر رقم 3. وحتى باش ما تخلطيش دائما شطبي السطر اللي تكوني اشتغلتيه. ولاحظوا هنا البنات العمل يبدأ ب4 أعمدة، وعندنا هنا 4 أعمدة في الوسط و4 أعمدة في النهاية. راح نشطب السطر الثالث هكذا باش نعرف وين راني واصلة. ورايحة نرتفع نشتغلوا الآن السطر الرابع. شفتوا علاش قلت لكم البنات يفضل الباترون يكون أمامكم؟ إذا راح نبدأ ب4 أعمدة اللي هي إكس. شوفوا في العمل كامل البنات نبداو ب4 ونكملوا ب4، يعني لاحظوا هنا المربعات إكس كاين في البداية والنهاية في كامل العمل.
فراح نبدأ السطر رقم 4 ب4 أعمدة. دائما نبدأ السطر ب4 أعمدة ونكملوه ب4. نرتفع 3 حلقات بمثابة العمود، نقلب العمل ونشتغل في كل عمود عمود هكذا 4 أعمدة اللي راح تمثل لي مربع إكس. ممكن تلقاو مربعات باللون الأسود، مش شرط إكس، يعني ممكن تلقاوها ملونة باللون الأسود. بعد المربع إكس عندي لهنا مربعات فارغة، 1 2 3. عندنا 3 مربعات فارغة، هذا 1 2 3. راح نشتغلوهم مباشرة. ندير حلقتين وعمود في العمود هذا. إذا المربع الأول حلقتان، ثم نعمل عمود في العمود. إذا هذا المربع الثاني حلقتان وعمود في العمود، هذا المربع الثالث. هكذا اشتغلنا 3 مربعات كما في الباترو. عندنا 3 مربعات فارغة. بعدها عندنا 4 إكس، 4 مربعات إكس، 1 2 3 4. 4 مربعات إكس يعني كل مربع فيه 4 أعمدة بلفة واحدة. راح نبداو البنات نشتغلوا أول مربع فيه إكس. هنا أول عمود ديجا رانا اشتغلناه في الفراغ، راح ندير عمودين، 1 2، والعمود الرابع راح يكون هنا فوق العمود. إذا هذا أول عمود إكس. العمود الثاني راح نبداو نحسبه من آخر عمود. هذا عمود الأول، الثاني، الثالث، والعمود الرابع يكون فوق العمود. إذا هذا المربع الثاني. المربع الثالث نبداو نحسبه أول عمود، هذا نزيدو 2 في الفراغ، 1 2، والعمود الرابع يكون في العمود هكذا. والمربع الرابع هنا عندنا 3 أعمدة. الرابع هذا أول عمود، ونزيد عمودين في الفراغ وعمود فوق العمود هذا كما سبق شرحت لكم. يعني كاين أعمدة مشتركة. كملنا هنا ال4 أعمدة هذو. هنا عندي مربع فارغ، فراح ندير المربع الفارغ ثم بعده مربع إكس. إذا المربع الفارغ راح ندير حلقتان مباشرة، 1 2، وعمود هنا في آخر عمود هذا، يعني تخطينا غرزتان. ثم كاين مربع إكس يعني 4 أعمدة. هذا أول عمود، نزيد عمودين في الفراغ، والعمود الرابع راح يكون فوق العمود هكذا. لاحظوا هذا هو الشكل. بعدها البنات لاحظوا عندنا مربعات فارغة، 1 2 3 4 5 6 7 مربعات فارغة، هذه كامل. ثم عندي مربع إكس. نبدأ نشتغل المربعات الفارغة مباشرة. راح نبدأ حلقتان وعمود فوق العمود، هذا الأول، حلقتان وعمود فوق العمود. المربع الثاني، حلقتان وعمود فوق العمود. إذن هذا المربع الثالث. كما سبق وشرحت البنات راح نشتغل 7 مربعات، ثم نشتغل 4 أعمدة فوق ال4 أعمدة. هنا شوفوا البنات كملت السطر، اشتغلت المربعات الفارغة و4 أعمدة في الأخير، ونكونوا كملنا السطر رقم 4. نرتفع الآن للسطر رقم 5، وكما تعودنا دائما يبدأ ب4 أعمدة. كما راكم تشوفوا بداية سطر 5 بعلامة إكس، يعني لازم نشتغل 4 أعمدة. نرتفع 3 مثابة العمود الأول، نزيد العمود الثاني، نزيد العمود الثالث، والعمود الرابع هكذا. هذا بداية السطر رقم 5. بعدها نرجع للباترون. عندي مربعات فارغة. إذا عندنا 1
2 3 4، 4 مربعات فارغة، يعني راح تكون عمود حلقتان عمود. نبدأ مباشرة ندير حلقتان، وراح يكون عمود هنا، هذا أول مربع، حلقتان، ونزيد عمود في العمود الموالي، هذا المربع الثاني، حلقتان ثم عمود، هذا المربع الثالث، حلقتان ثم عمود، وراح نشتغل المربع الرابع. بهذا الشكل اشتغلنا 4 مربعات. نواصل السطر رقم 5. بعد الأربع مربعات عندي مربع إكس كما راكم تشوفوا هنا. كملنا هذو الأربعة، عندي إكس يعني 4 أعمدة مباشرة، 4 أعمدة. أول عمود راهو ديجا اشتغلناه، نزيدو عمودين في الفراغ وعمود فوق العمود، وهكذا يكونوا 4 بهذا الشكل. هذا مربع إكس. نرجع للباترون دائما ونكمل. كملنا هذا المربع، عندي مربع فارغ، يعني راح ندير العمود هذا مباشرة، ندير حلقتان وعمود فوق العمود. إذن هذا هو المربع الفارغ. بعد المربع الفارغ عندي مربع إكس، يعني 4 أعمدة. أول عمود ديجا راهو اشتغلناه، نديرو عمودين في الفراغ وهكذا 3 أعمدة عادوا، وهذا العمود الرابع في أول عمود هنا بهذا الشكل. امشوا خطوة بخطوة برك البنات راح تخدموها. كملنا مربع إكس، عندي مربعات فارغة، عندنا 3 مربعات فارغة مباشرة نشتغلوهم. راح ندير حلقتان، 1 2، وراح نشتغل عمود فوق آخر عمود، دائما نتخطى غرزتان واللي بعدها نشتغلها عمود. هذا هو المربع الفارغ، ثم حلقتان ونزيد نشتغل عمود فوق العمود هذا. إذن هذا المربع الثاني، حلقتان وراح نتخطى غرزتان واللي بعدها نشتغل فيها عمود. وهذا المربع الثالث، 3 مربعات فارغة. نرجع للباترون ونشطبوا عليها. الآن عندنا 4 أعمدة أو 4 مربعات إكس. نبدأ نشتغلوا بالأربعة 4. إذن راح نروح مباشرة ونشتغل العمود الثاني في العمود الموالي، والعمود الثالث والعمود الرابع. وأول عمود كان مشترك مع المربع، يعني ما نشتغلوش الأول. إذن هذا إكس الأول. الإكس الثاني راح نبداوه من آخر عمود، 1 نحسبوه، هذا 2، هذا 3، وهذا 4. هذا المربع إكس الثاني. الثالث راح نحسبوا العمود الأول هو آخر عمود، هذا 1، نزيد 2، نزيدو 3 و4، ثم المربع الأخير إكس، هذا أول عمود، نزيدو 2 في الفراغ و1 الأخير الرابع راح يكون فوق العمود. نعاود نذكركم البنات، الإكس يعني 4 أعمدة، والمربع الثاني بدايته تكون من آخر عمود المربع اللي قبله. كملنا ال4 أعمدة هذو، ثم عندي مربعين فارغين ثم علامة إكس. نكملوا عادي، راح ندير حلقتان، عمود فوق العمود هذا أول مربع، حلقتان، هذا المربع الثاني، ثم في الأخير علامة إكس يعني 4 أعمدة، هذا أول عمود، ونزيد هذا الثاني والثالث
ثم العمود الرابع. دائما كاين عمود مشترك، كتبداو مربع جديد كاين عمود قبله، هذاك هو تبداو تحسبوا به. اذا هذا هو السطر رقم 5، ورايحه نشطب عليه هكذا بالقلم حتى نتاكد في حاله ما توقفتي ولا نطي تكوني عارفه وين توقفتي. نروحوا الان للسطر السادس، ويبدا كالعاده بمربع اكس كما راكم تشوفوا، يعني 4 أعمدة، ثم عندي مربعات فارغة. عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9 مربعات فارغة. إذا نبدأ السطر السادس، نرتفع 3 حلقات عمود ونشتغلوا فوق كل عمود عمود. إذا هذا العمود الثاني، الثالث، العمود الرابع. إذا هذا أول مربع في السطر السادس. بعدها قلنا كاين 9 مربعات فارغة، نبدأ نشتغلهم حلقتان، عمود فوق العمود، هذا أول مربع، حلقتان، ثم عمود في أول عمود، هذا المربع الثاني، حلقتان، تخطاو غرزتان واللي بعدها نشتغل فيها عمود. إذا هذا المربع الثالث، حلقتان، راح نتخطاو دائما غرزتان واللي بعدها نشتغلوا فيها عمود. الرابع، هذا المربع الرابع، المربع الخامس، المربع السادس، حلقتان، عمود، هذا المربع السابع، حلقتان، ثم عمود، هذا المربع الثامن، حلقتان، ثم عمود هنا في أول عمود، وهذا هو المربع التاسع. إذا اشتغلت 9 مربعات. بعد ال9 مربعات نشوف واش كاين البنات لهنايا. نكمل، كاين مربع اكس، يعني لازم يكون عندي 4 أعمدة هنا، ثم فراغ، ثم 2 اكس. نشتغل اولا اول مربع اكس هنا، هذا اول عمود، ونزيد نكمل فوق كل عمود عمود، يعني يكونوا 4 هكذا. بعد المربع اكس عندي فراغ، مربع فراغ، يعني راح نعمل حلقتان ثم عمود في اول عمود هنا. بعد الفراغ عندي مربعين اكس، 1 2. نبدأ اكس الاول عبارة على 4 أعمدة، هذا اول عمود ونزيد 3، هذا 2 3 ثم 4. الاكس الثاني اول عمود منه راح يبدأ من من اخر عمود، هذا راح نزيد 2 هنا في الفراغ، والرابع راح يكون هنا فوق العمود هذا. هكذا نكونوا عملنا مربعين اكس. بعد المربعين اكس كاين 1 2 3 مربعات فارغة ثم مربع اكس. نبداو بالمربعات الفارغة مباشرة، ندير حلقتان، عمود، هذا المربع الأول، حلقتان، ثم عمود، هذا المربع الثاني، ثم حلقتان، عمود، هذا المربع الثالث، وفي الأخير علامة إكس، يعني 4 أعمدة. بعد 4 مربعات نكمل الأعمدة اللي بقاو هنا. هذا أول عمود، فراح نزيد 3 هكذا.
وهذا الشكل نكونوا كملنا السطر رقم 6. اعتمدوا فقط هذه الطريقة البنات، حطوا الباترون امشوا سطر بسطر، راح تجيكم سهلة. لاحظوا هنا البنات كما قلت لكم في البداية والنهاية دائما 4 أعمدة. الآن كملنا السطر 6، راح ندير عليه هكذا خط ونروح للسطر رقم 7. السطر رقم 7 راح يبدا لي بإكس. دائما قلنا نبداو ب4 أعمدة، إكس معناتها 4 أعمدة، يعني نرتفع 3 حلقات، نقلب العمل ونشتغل فوق كل عمود عمود هكذا. إذن هذا هو مربع إكس عبارة على 4 أعمدة. نرجع دائما للباترون. بعد المربع الأول وش عندي مربعين فارغين، يعني راح ندير مربعين فارغين. مربع الفارغ قلنا هو عبارة على عمود، حلقتين، عمود. أول عمود هو راه اشتغلناه حلقتين ثم عمود، إذن هذا المربع الأول. نزيد حلقتين، وهذا المربع الثاني مربعين. بعد المربعين عندي 3 مربعات إكس، 1 2 3. نبدأ نشتغله. أول مربع ديجا راه فيه أول عمود، نزيدو 2 في الفراغ، والرابع راح نعمله فوق العمود. إذن هذا مربع الأول. المربع الثاني راح نزيد 3 أعمدة فقط، الرابع يكون ديجا اشتغلناه. إذن 1 2 3. المربع الثالث كذلك راح نشتغله 3 أعمدة، والرابع يعني كنا اشتغلناه ديجا. هذا 1 2 3. وهكذا البنات كما راكم تشوفوا اشتغلت 10 مربعات، واللي هي عبارة على 3 مربعات إكس كما راكم تشوفوا. نواصل البنات السطر 7، وبعد ال3 مربعات إكس عندي فراغ، يعني راح يكون عمود، حلقتان، والعمود ديجا الأول هذا، ونزيدو حلقتان، وهنا ندير عمود بهذا الشكل. بعد المربع الفارغ لاحظوا هنايا في الباترون عندي مربع إكس، يعني لازم يكون عندي 4 أعمدة. مباشرة العمود الأول راهو خدمناه، هذا العمود الثاني، وهذا العمود الثالث، وهذا العمود الرابع. إذا هنا اشتغلنا مربع إكس. نكملوا البنات السطر ونشوفوا واش كاين. عندي مربع فارغ و3 مربعات إكس، يعني راح نبدأ بالمربع الفارغ مباشرة، ندير حلقتان وعمود بهذا الشكل. ثم عندي 3 مربعات قلنا إكس، كل مربع فيه 4 أعمدة. إذن العمود الأول هذا نزيدو 2 في الفراغ، و1 فوق العمود، هذا مربع. بالنسبة للمربع الثاني أول عمود راح يكون هذا، وهذا الثاني في الفراغ، والثالث كذلك في الفراغ، والرابع راح يكون فوق العمود. هذا المربع الثاني 4 أعمدة. المربع الثالث أيضا العمود ديجا اشتغلناه الأول، الثاني في الفراغ، زيدوا الثاني في الفراغ، الثالث عفوا، والرابع راح يكون فوق العمود. إذا اشتغلنا 3 مربعات إكس كما راكم تشوفوا. نكملوا البنات، راح نكملوا عبارة على مربعات فارغة. عندي 1 2 3 4 5 مربعات فارغة، يعني مباشرة نبدأ نعاود العمود هذا، مباشرة نبدأ ندير حلقتان، عمود في العمود. إذن هذا المربع الأول نزيد حلقتان وعمود في العمود، نزيد حلقتان وعمود هنايا، حلقتان وعمود أيضا هنا، حلقتان وعمود فوق العمود.
بعد الفراغات هادو أو المربعات هادو البنات راح نلقاو 4 أعمدة. إذا هذا أول عمود ديجا اشتغلناه، الثاني نشتغل فيه عمود، الثالث أيضا في العمود، والعمود الرابع راح يكون فوق الارتفاع 4 أعمدة. كما قلنا دائما العمل يبدأ ب4 أعمدة ويكمل ب4 أعمدة، يعني راح يكون كأنه إطار في هذه الوحدة. هنا راح نشطب على رقم السطر رقم 7، نكون ديجا كملناه هكذا باش نعرف السطر اللي اشتغلته واللي يعني جاي نشتغله. راح تقريبا يعني بدا يبان شكل المربع نتاعنا تقريبا. والآن راح نروحوا البنات ونكملوا السطر رقم 8. كملنا السطر رقم 7 شطبته، ونروح الآن للسطر رقم 8 وكالعادة راح يبدأ ب4 أعمدة. لاحظوا عندي مربع إكس اللي هو عبارة على 4 أعمدة، ثم عندي 3 مربعات فارغة راح نشتغلهم. نبدأ بالمربع إكس اللي هو عبارة على 4 أعمدة، نرتفع 3 حلقات، نقلب العمل ونشتغل في كل عمود عمود. هذا العمود الثاني، العمود الثالث، والعمود الرابع، هذو 4 أعمدة. قلنا كاين 3 فراغات، إذا حلقتان وعمود، هذا المربع الأول الفارغ، حلقتان ثم عمود فوق العمود، هذا المربع الثاني، ثم حلقتان حلقتان وعمود فوق العمود، وهذا المربع الثالث. إذا اشتغلنا إكس و3 فراغات كما في الجدول راح نشطبوا هادو. ثم عندي 1 2 3 4 5 6 مربعات إكس، راح نشتغلوا 6 مربعات إكس مباشرة. المربع الأول ديجا اشتغلت عمود، راح نزيد ندير له عمودين في الفراغ وعمود فوق العمود، هذا المربع الأول. المربع الثاني راح يبدأ أول عمود من آخر عمود، إذا هذا رقم 1، نزيد في الفراغ 2، في الفراغ 3، والعمود نعمل فيه عمود 4. المربع الثالث راح نعمل 3 أعمدة، لأنه الرابع قلنا اللي يكون قبله 1 2 3، هذا العمود أو المربع الثالث. المربع الرابع كذلك راح نزيد نشتغل 3 أعمدة، 1 2 3، والرابع راح يكون مشترك، نزيدو 3 أعمدة، 1 2 3، هذا راح يكون المربع الخامس بهذا الشكل. المربع السادس راح ندير عمودين في الفراغ، 1 2، والعمود الثالث راح يكون فوق العمود، هذا المربع السادس بهذا الشكل. يعني هي نورمالمون نديرو في الإكس 4 أعمدة، ولكن نحسبوا العمود اللي قبله. كملناهم البنات، الآن عندي 3 مربعات فارغة، راح ندير حلقتان، عمود، نتخطاو عمودين واللي بعده نعمل فيه عمود، ثم عمودين حلقتين وعمود فوق العمود، حلقتين، وراح نتخطى غرزتان، وفي الثالث نعمل عمود بهذا الشكل. عندنا 3 مربعات فارغة. إذا كملنا المربعات الفارغة، عندي 2 إكس. نبدأ بالإكس الأول، هذا أول عمود، وهذا ثاني عمود، وهذا ثالث عمود، وهذا رابع عمود. إذا هنا عملت مربع إكس فيه 4 أعمدة. المربع الثاني أول عمود راح يكون مشترك، يعني نبدأ بهذا، نزيد هذا الثاني وهذا الثالث
وهذا الرابع. يعني 7 أعمدة هذو راح يكونوا عبارة على مربعين. بعد المربعين هذو عندي مربعين فارغين ثم مربع إكس. يعني راح ندير مباشرة حلقتان، عمود فوق العمود، هذا مربع الأول، ثم حلقتان وعمود فوق أول عمود هنايا، هذا المربع الثاني. وبالنسبة لمربع إكس مباشرة راح نبدأ نحسب هذا أول عمود، هذا ثاني، وهذا الثالث، وهذا الرابع، لأن الإكس عبارة على 4 أعمدة. وهذا هو شكل السطر رقم 8. إن شاء الله يعني تكونوا عندكم الصورة وراكم تتبعوا معايا خطوة بخطوة، لأنه سهلة، فقط تعرفي رمز الإكس وشي هو ورمز الفراغ وشي هو، سهلة جدا. هنا شطبت على رقم 8 وراح نروح للسطر رقم 9. دائما يبدأ بإكس كما راكم تشوفوا، مربع إكس، إذن معناتها يبدأ ب4 أعمدة. مباشرة نبدأ السطر تاعي وراح نرتفع 3 حلقات بمثابة العمود، نقلب العمل ونشتغل في كل عمود عمود. إذن هذا الثاني وهذا الثالث وهذا الرابع، 4 أعمدة. بعد ال4 أعمدة عندي فراغين مربعين، راح نعمل حلقتان، عمود هنا، حلقتان وعمود هنا. بعد المربعين دائما راني نمشي في الباترون، عندي مربع إكس، يعني لازم نتحصل على 4 أعمدة. أول عمود ديجا اشتغلته، هنا ندير العمود الثاني، وهنا العمود الثالث، وهنا العمود الرابع. إذن نكون اشتغلت 4 أعمدة اللي هي عبارة على إكس. بعدها عندي 3 مربعات فارغة. مباشرة نبدأ نشتغل حلقتان، راح نتخطى هنايا غرزتان، وفي الثالث نعمل عمود. إذن هذا أول مربع، نزيد حلقتان وعمود فوق العمود، هذا المربع الثاني، حلقتان وعمود فوق العمود، هذا المربع الثالث. هكذا 3 مربعات. نزيد نكملوا البنات مع الباترون. عندي مربعات إكس راح نحسبهم: 1 2 3 4 5 6 7، 7 مربعات إكس. نبداو البنات نشتغلوهم. أول مربع عندي ديجا عمود وراح نزيد 3، ندير عمودين في الفراغ، هذا الثاني، الثالث والرابع راح يكون فوق العمود، هذا المربع الأول. المربع الثاني راح ندير 3، قلنا الرابع دائما يكون مشترك، 1 2 3. نزيد المربع الثالث، نعمل 3 أعمدة، 1 2 3. ثم المربع الرابع أيضا نزيد 3 أعمدة، 1 2 3. نواصل المربع الخامس كذلك راح ندير 3 أعمدة، 1 2 3. المربع السادس أيضا نديرو 3 أعمدة، 1 2 3. والمربع رقم 7 أيضا راح يكون فيه 3 أعمدة، هنايا اللي بقات راح نديرو 1 2 3. وهكذا نكون اشتغلنا 7 مربعات اللي هي عبارة على مربعات إكس هنا. بعد المربعات البنات عندنا مربعات فارغة، عندي 1 2 3، 3 مربعات
فارغة راح ندير حلقتان، 1 2 عمود فوق العمود، حلقتان وعمود فوق العمود هذا، حلقتان وعمود هنا. هذا الشكل لاحظوا عندنا 3 مربعات. بعد المربعات الثلاثة عندي مربع إكس اللي هو عبارة عن 4 أعمدة. أول عمود ديجا اشتغلناه، وراح نكمل الثلاثة اللي بقاو، 2 3 والعمود الرابع راح يكون فوق الارتفاع بهذا الشكل. وهذا هو شكل السطر رقم 9. راح نشطب عليه كذلك باش نعرفوا بلي رانا اشتغلنا السطر رقم 9. الصورة يعني كي تعود عندك صورة أو الباترون للعمل اللي راكي تخدمي فيه راح تجيك سهلة جدا. البنات أنا راح نتوقف معاكم في هذا الجزء عند هذا القدر، يعني نكون اشتغلنا من السطر 1 لغاية السطر 9. ان شاء الله تكونوا فهمتوا عليا الشرح، يعني اقل من هذا ما نقدرش يعني نبطأ في العمل، لانه الجزء الاول شرحت فيه كل شيء. هنا فقط يعني تكوني صاي تمكنتي من الباترون وتطبقيه مباشرة، يعني ما تبدايش مباشرة معايا العمل الا اذا كنتي شفتي الفيديو الاول وفهمتي مليح مليح. ان شاء الله في الفيديو القادم راح نكملوا باقي الباترون، يعني من سطر 10 لغاية السطر 18. نلتقي إن شاء الله في الفيديو القادم. مع السلامة.